جمال احنا على الهواء. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى نشرة جديدة من نشرات أخبار الدار. بينما كنا نتناول طعام الغداء يوم أمس، سقط كوب الماء الذي كان بيد الأخ الصغير على الطعام، فأصبح الطعام أشكال ألوان، وقامت الدنيا ولم تقعد، وارتفع صوت أبي وأمي على أخي، يعني ولات معهم، وأكل الأخ الصغير كفا على وجهه جعله يرى اللون الأحمر أزرقا والأسود أبيضا، وبكى أخي بكاء شديدا، حتى أن آخر الإحصائيات أشارت أن نسبة الدموع التي سالت جراء الكف الذي استقبله تكفي لسد حاجة بيتنا من الماء مدة سنة كاملة. وأصيبت أختي الصغيرة بحالة اكتئاب شديدة جعلتها تمتنع عن أكل الأشياء الزاكية، وصارت تجد مدى منها ضافرها. وللوقوف على هذا الحدث الجلل ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية أخي الصغير المضروب. أخي الصغير، تفضل، ما الذي جرى بالضبط؟ بصراحة أنا بريء، بابا طلب مني كاسة مي، ولما حبيت الكاسة جيت أنا ولها السيد بابا حفظه الله، وقعت الكاسة من إيدي من غير قصد، وصار اللي صار، وكل واحد فينا بيغلط، وقدر الله وما شاء فعل، بس الحل مو بالكفوف. وين الحوار؟ احكولي وين الحوار؟ شكرا لك أخ الصغير على هذا التوضيح. ونحن نهيب بالآباء والأمهات أن يخففوا من جحيم الكفوف التي يكرمون بها حتى أن نحبهم ونحترمهم. خبر عاجل: الوالد العزيز يقدم هدية الترضية للأخ الصغير معتذرا عن الكف الذي لا طمع إياه. ونحن نكبر بالوالد العزيز هذا الموقف الرائع، ونقول لكل الآباء والأمهات: نرجوكم حنوا علينا ولا تضربونا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نأتي إلى ختام هذه النشرة من نشرات أخبار الدار، على أمل اللقاء بكم في نشرة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.